السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله الفيديو النهاردة بيتكلم عن البنتريشن تيستنج والباك باونتي. إيه الفرق بين البنتريشن تيستنج والباك باونتي؟ ناس كتير بتبقى فاهمة الموضوع ده غلط، فاكرة إن البنتريشن تيستنج هو نفس الباك باونتي. لا خالص. ناس كتير بتدخل المجال وهي مش فاهمة الفرق الحقيقي بين البنتريشن تيستنج والباك باونتي، وده بيعمل لخبطة كبيرة جدا في التوقعات، حتى في طريقة الشغل، وحتى كمان في طريقة التفكير. تمام. فخلينا نبدأ بالبنتيشن تيستنج الأول. البنتيشن تيستنج ببساطة كده هو بيكون شغل شركة حقيقي، يعني بيبقى في عميل، في سكوب محدد، في وقت محدد، مش بتختار الهدف بمزاجك. الشركة بتقول لك اختبر لي السيستم ده في الحدود دي. تمام. سي هي هتديك دومين، والدومين ده انت تشتغل عليه بس ما تطلعش بره الدومين ده. جميل. فالفكرة الأساسية عندك سكوب واضح. السكوب واضح ده بيكون عبارة عن دومين مثلا أو أي بي أو أبلكيشنز، سواء الأبلكيشنز ده بيكون مثلا أندرويد أو أي أو إس أو ويب سايت. خارج الكلام ده ممنوع إنك تلمسه. تمام. كمان بيتحدد مع البنتيشن تيستنج أو مع الكلاينت، بيكون في تايم لاين للعميل. يعني أنت مثلا سي هتقول له إن أنا هسلمك التقرير بتاعك خلال أسبوع، أو مثلا بعد أسبوعين، أو بعد شهر. لازم تخلص في الوقت المحدد. ده بيكون التايم لاين مع العميل. طيب. عندك برضو ريبورت. الريبورت ده بيكون في الاخر لازم تسلم تقرير احترافي عن الثغرات اللي انت اكتشفتها، عن الريسك ليفل او البروف اوف كونسبت، مثلا ان انت تديله اثبات للثغره وكده. يعني الموضوع مش انك لقيت ثغره وخلاص، لا، ده بيكون شغل حقيقي كان في البنتيشن تيستنج. تمام. طيب هنا بقى خلصنا البنتيشن تيستنج، تعال نخش في الباك باونتي. الباك باونتي بيكون عالم تاني خالص، يعني ما فيش حد بيقول لك تشتغل على ايه. انت بتختبر، او ان انت اللي بتختار الدومين بتاعك او التارجت بتاعك، انت اللي بتقرر، انت اللي بتحرك نفسك. طب من حيث السكوب ده بيكون مفتوح نسبيا. يعني الشركات بتقول لك البرامج المسموحه ليك، اختار براحتك. عندك مثلا ويب ابلكيشنز، او عندك اي بي ايز، او موبايل ابلكيشن، او اي حاجه داخل البرنامج ده او داخل البروجرام ده. تمام. كمان في الباك باونتي بيختلف طريقه التفكير، بتكون مختلفه شويه. يعني هنا ما بيكونش فيه تايم لاين رسمي. هنا ما فيش مانجر، ما فيش مدير عليك، مش مستني منك مثلا تقرير الساعة 5 أو الساعة 10، أي حاجة. لا، أنت بتشتغل بعقلية الهانتر. يعني أنت بتدور، بتجرب، بتفكر اوت اوف ذا بوكس، ان انت بتفكر خارج الصندوق، خارج الصندوق بتاعك. تمام. انت اللي بتشتغل مع نفسك. طيب الريورد بريزد، يعني ريورد بيزد، اللي هو الفكره ان انت الفلوس هنا مرتبطه بالنتيجه. يعني انت لقيت ثغره ممكن تكسب، ما لقيتش مفيش مقابل. برضو انا عايز افهمك على حته ان انت لو لقيت ثغره ممكن تكسب دي، هتاخد باونتي عليها. على سبيل المثال انت دلوقتي اكتشفت ثغره سيكوال انجكشن، هتاخد مثلا الثغره دي اتحسبت كريتيكال، يعني عاليه الخطوره، هتاخد $1000. طيب في حين ان انت مثلا ممكن تكتشف ثغره تانيه كريتيكال، ممكن تطلع انفو. كل بروجرام وله طريقه التعامل مع العميل. تمام. او مع الشخص اللي بيهنت. فعشان كده دايما في الباك باونتي بنقول ان هو هاي ريسك هاي ريورد، يعني ان انت ممكن ما تلاقيش مقابل، تكتشف ثغره وما تلاقيش مقابل، تطلع انفو، تطلع دوبليكيت، على حسب. ده الفرق بين البنتيشن تيستنج والباك باونتي. تمام. فالبنتيشن تيستنج بيكون هو اللي بيتحدد اللو سكوب وبيتحدد لك الهدف بتاعك، انما في الباك باونتي انت اللي بتختار الهدف بتاعك. بس ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.